الحمد لله. الحمد لله الملك العزيز الجبار، خالق كل شيء وهو الواحد القهار، سبحانه وبحمده عجزت عن إدراكه العيون والأبصار، وتحيرت في عظمته العقول والأفكار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله النبي المختار، هو صفوة الباري وخاتم رسله وأمينه المخصوص منه بفضله، لا در الشعر إن لم أملي في مدح أحمد لؤلؤا منثورا، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار ما تعاقب الليل والنهار. ثم أما بعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل، فتقوى الله عز وجل هي الزاد الأعظم والطريق الأكرم والمنهج الأقوم والسبيل الأسلم. والتزموا سنة نبيكم تهتدوا، وأخلصوا نياتكم لله عز وجل تفلحوا، وابتعدوا عن المنكرات تسلموا، واستبقوا الخيرات تغنموا وتربحوا. ثم اعلموا أحبتي في الله أنه إذا كان الحديث عن العظماء أمر تحبه النفوس وتتشنف له الآذان، فكيف بالحديث عن أعظمهم؟ كيف بالحديث عمن اختصه الله عز وجل بخصائص لم تجتمع في أحد من قبله ولا من بعده؟ حديثنا اليوم عباد الله عمن له الفضيلة والوسيلة، عمن له المقام المحمود واللواء المعقود، ومن له الشفاعة العظمى، ومن له الحوض والكوثر، وهو أول من عرج به إلى السماء السابعة، وهو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وهو أول من يفتح له باب الجنة، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو سيد ولد آدم أجمعين، الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي زكاه ربه عز وجل تزكية ما عرفت لأحد من المخلوقين إلا هو. فزكى الله عز وجل عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى لسانه فقال: ما زاغ. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى شرعه فقال: إن هو إلا وحي يوحى. وزكى معلمه فقال: علمه شديد القوى. وزكى أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وزكى دعوته فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. نعته الله عز وجل بالرسالة فقال: محمد رسول الله. وناداه بالنبوة فقال: يا أيها النبي. وشرفه بالعبودية فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أجل عباد الله، نحن اليوم أمام رجل عظيم ما عرف في التاريخ عظيم يدانيه، أزكى الأنام وبدر التمام ومسك الختام وخير من صلى وصام. من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. هو صاحب الخلق الرفيع على المدى، هو قائد للمسلمين همام، هو سيد الأخلاق دون منافس، هو ملهم، هو قائد مقدام. ماذا نقول عن الحبيب المصطفى؟ فمحمد للعالمين إمام. ماذا نقول عن الحبيب المجتبى؟ في وصفه تتكسر الأقلام. إي والله عباد الله،
لقد تقاصرت المدائح في نعته عليه الصلاة والسلام، وعجزت القصائد عن بلوغ عظمته، فكم تنجذب الأرواح وتهفو القلوب وتصغي الآذان عندما يكون الحديث عن حبيبنا وقائدنا، عندما يكون الكلام عن نبينا وقرة عيوننا صلى الله عليه وسلم. محمد نبي الإسلام، محمد الذي لا تحصى فضائله ولا تعد مزاياه، فما من صفة جمال إلا واتصف بها، ولا من منقبة فضل إلا وتحلى بها. جمع الله عز وجل له أجل المقامات وأسمى المراتب وأكمل المناقب، واجتمع فيه من الخصائص والفضائل والمزايا ما تفرق بين سائر الرسل، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له أمره ورفع له ذكره وأتم له أمره وأعلى في العالمين قدره. ما ودعه ربه وما قلاه، وجعل آخرته خيرا له من أولاه، وجده ضالا فهداه، وفقيرا فأغناه، ويتيما فآواه. ولما خير بين الدنيا وبين لقاء مولاه قال والشوق يملأ فاه أسأل الله الرفيق الأعلى. قرن الله عز وجل اسمه باسمه في الدنيا فلا ينقطعان لحظة من الزمن، فلا يسكت مؤذن حتى يبدأ الآخر، على اسمه على كل المنائر والمنابر، فلا تمر لحظات إلا وشهادة الأذان تجلجل في الآفاق. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حتى لكأنما الأرض كلها تهتف بمحمد. علو في الحياة وفي الممات، لحق أنت إحدى المعجزات. نبينا عليه الصلاة والسلام، هل عرفت البشرية هذا القدر لرجل من الرجال عباد الله؟ هل عرف وعرفت البشرية كلام رجل اخترق حديثه حجب الزمان وبلغ خبره السهول والجبال، فلم يترك الله عز وجل بيت مدر ولا وبر إلا وتشنف أهله بسماع أقواله، ولامست بشاشة الإيمان قلوبهم حين سماع أخباره. إنها والله منزلة من جمع المكارم كلها وأنست شخصيته كل شخصية قبلها. فقولوا لي أيها العقلاء، أين فصاحة لبيد؟ وأين شجاعة عنترة؟ وأين كرم حاتم؟ وأين بلاغة طرفة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رباك ربك جل من رباك ورعاك في كنف الهدى وحماك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك. أجل، فلقد أكرم الله عز وجل نبينا أيما إكرام، أتم عليه نعمته وأسبغ عليه لطفه وهدايته، أكمل له دينه وبر يمينه ووعده بالمزيد حتى يرضى، وولاه قبلة يرضاها، وفضله على كثير من الخلق وعلى المرسلين. فحينما قال موسى عليه السلام قال وعجلت إليك رب لترضى، قال الله عز وجل لنبينا ولسوف يعطيك ربك فترضى. وحين سأل موسى فقال رب اشرح لي صدري، قال الله عز وجل لخليله ومصطفاه ألم نشرح لك صدرك. هذا النبي الكريم فرض الله عز وجل على المؤمنين محبته، فلا
يؤمن مؤمن حتى يكون محمد أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. أجل أحبك يا رسول الله، صحيح أني ما رأيت النور من وجهك يوما ولا سمعت العذب من صوتك، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لأن الله عز وجل قد أمرني بحبك، ولأنك رسول الله. أحب محمد الإنسان، أحب محمد العدل طليق الوجه إذ يعفو، أحب محمد الصادق إذا ما قال، أحب محمدا البر بكل الناس يعطيهم بغير سؤال، أحب محمد الأخلاق، أحب محمد الميثاق، أحب محمد الإشفاق، أحب محمد الجار الذي يكرم، أحب محمد الأب الذي يحنو، أحب محمد الصابر، أحب محمد الطاهر، أحب محمد الزاهد، أحب محمد العابد، حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. كان يعرف بطيب الريح إذا أقبل، أجمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا وأعزهم نسبا وأعرقهم حسبا، دائم الابتسامة، أهدب الأشفار، أكحل العينين كأنه سبيكة فضة، مليح الوجه جميله عليه الصلاة والسلام، كالقمر ليلة البدر استنارة وضياء، كأن الشمس تجري في وجهه من شدة جماله عليه الصلاة والسلام. أشد حياء من العذراء في خدرها، يقول أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو رسولنا، أجمل الناس وأطهر الناس وأخشى الناس وأتقى الناس، خير البرية وأزكاها وأبرها وأتقاها وأشرفها وأعلاها وأطهرها وأتقاها وأنصحها وأصدقها وأوفاها صلى الله عليه وسلم. كان أعظم الناس تواضعا، يخالط الفقير والمسكين، يجلس ويأكل على الأرض، يسلم على الصبيان، يعود المرضى ويشهد الجنائز، وتنطلق الجارية الصغيرة فتأخذه بيده إلى حيث شاءت، يخدم أهله بنفسه، فيعقل الشاة فيحلبها، ويخيط ثوبه بنفسه، ويخصف نعله بيده عليه الصلاة والسلام. هذا هو نبينا الذي عاش في هذه الحياة، يبيت الليالي طاويا بلا عشاء، يعصب الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع في هذه الدنيا، قرقر بطنه أيام وأيام من الجوع، يمر الأسبوع والشهور والأيام وليس في بيته طعام إلا التمر والماء، وما شبع 3 أيام تباعا من خبز في هذه الدنيا. والله عباد الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خير من أقلته الغبراء وخير من أظلته الخضراء، هو خير أهل الأرض والسماء. والله لو ذابت القلوب في أجوافها وتفتتت الأكباد في أحشائها حبا وشوقا له عليه الصلاة والسلام لما كانت وربي ملومة. أوفر الناس عقلا عليه الصلاة والسلام، وأسدهم رأيا وأصحهم فكرة وأسخاهم يدا، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهو مع ذلك أرحب الناس صدرا وأوسعهم حلما، ولا يزيده جهل الجاهلين عليه إلا عفوا ومسامحة. ألين الناس عريكة وأسهلهم طبعا، وما خير بين أمرين
إلا واختار أيسرهما ما لم يكن محرما، وهو مع ذلك أشجع الناس قلبه وأقواهم إرادة. كان يخوض الغمار والحروب ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهو أشجع الناس وأقوى الناس بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. وهو كذلك أعف الناس لسانا وأوضحهم بيانا، أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، وكان أعدل الناس حكما وأنصفهم في الخصومة، يقيد من نفسه ويقضي لخصمه، ويقسم بالذي نفسه بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أعدل الناس، فهو أسمى الخليقة روحا وأعلاهم نفسا وأزكاهم أخلاقا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، ينام على الحصير حتى يؤثر بجنبه، فقير مسكين عليه الصلاة والسلام، ويحب المساكين، وهو مع ذلك أرفق الناس بالمحتاجين وأعظمهم رحمة بالمساكين. خير البرية أقصاها وأدناها، وهو أبر بني الدنيا وأوفاها. أتى به الله مبعوثا وأمته على شفا جرف نهار فأنجاها. يا من له الكوثر الفياض مكرمة، يا خاتم الرسل يا أعلاه مجاها. ما نال فضلك ذو فضل سواك، ولا سامى فخارك ذو فخر ولا ضاها. إي والله. وصدق حسان وأحسن أيما إحسان عندما قال: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. إنه محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى، الأخشى لربه والأتقى، والأطهر سريرة والأنقى، والأحسن أخلاقا والأرقى، والأكثر أتباعا والأبقى. بلغ الرسالة أحسن بلاغ، وأدى الأمانة أحسن أداء، نصح الأمة أصدق نصح، وجاهد في الله حق جهاده. عذبه قومه، آذاه قومه، وعذبوا أصحابه بألوان العذاب وقد ثبت. أخرجوه من مكة، طردوه من الطائف، ثم يعرض عليه إهلاكهم فيتأنى بهم قائلا: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يعرض نفسه عليه الصلاة والسلام في موسم الحج على القبائل قبيلة قبيلة، فيقابل بأسوأ مقابلة، ويرد عليه بأقبح الردود. يشج رأسه يوم أحد وتكسر رباعيته، ويقتل عمه وخواص أصحابه بين يديه، ويتكالب الأعداء عليه يحاولون قتله مرة بعد مرة. كل هذا وغيره كثير، وهو صابر في سبيل نشر دين ربه وتبليغ دعوته. هذا النبي الكريم أظهر الله عز وجل على يديه من المعجزات ما يبهر العقول، ففلق له القمر فلقتين، وتكلمت الحيوانات بين يديه وبحضرته، وسبح الطعام بين يديه، وسلم الحجر عليه، وحن الجذع إليه، وتكاثر الطعام والشراب بين كفيه، وأخبر بالمغيبات فما زالت تتحقق في زمانه وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فمهما قلنا عباد الله، مهما قلنا في وصفه عليه الصلاة والسلام، نقول: يا عقلاء العالم، أيها العقلاء، أيها الناس، رجل بهذه الروعة والعظمة والمنزلة، هل ترون عليه من خلل أو زلل؟ هل كذب مرة أو خان؟ هل ظلم أي إنسان؟ هل قطع رحما؟ هل استقبل صنما؟ كلا وربي، بل هو الذي أوصى بالنساء خيرا، وبالوالدين معروفا، وبالجيران حسنا، وبالشباب نصحا،
وبالأطفال رفقا وبالحيوانات رحمة. فمهما قيل ومهما قلنا في وصفه عليه الصلاة والسلام فسنظل جميعا والله عباد الله وكأننا لم نقل شيئا. وصدق الله عندما قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصلوا عليه عباد الله صلاة كما أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا عباد الله مع شذرات المسك ونفحات الطيب مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع حب المسلمين الكبير لنبيهم وتعظيمهم له وتوقيرهم لجنابه الكريم مع هذه المحبة الشديدة. فإن عقيدتهم فيه عليه الصلاة والسلام أنه بشر رسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويحب ويوقر ويتبع. ولقد علمنا ربنا موقع نبينا منا عليه الصلاة والسلام، فقال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهو والله أقرب إلى قلوبنا من قلوبنا، وأحب إلى نفوسنا من نفوسنا، وأحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ومن الناس أجمعين. والله لن يذوق المسلم حلاوة الإيمان حتى يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده فوق كل حبيب. ففي الحديث الصحيح يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فالقلوب مجمعة على حبه ومحبته عليه الصلاة والسلام. ولكن الأمر الأهم عباد الله، كيف نعبر عن هذا الحب التعبير الصحيح وبعبارة أصح وأوضح؟ كيف نحول هذا الحب إلى برنامج حياة عملي؟ كيف نفعل ذلك عباد الله؟ أجل لنكن صرحاء مع أنفسنا ولنتحلى بشيء من الشجاعة عباد الله، ولنتساءل بصدق: هل يكفي أن ندعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يكون لهذا الادعاء واقع حقيقي عملي في حياتنا؟ هل يكفي هذا؟ وبعبارة أخرى كي تصل الرسالة، كيف تكون محبتنا له صادقة؟ كيف تكون محبتنا له صادقة بينما حياتنا في أغلب مظاهرها مخالفة لهديه الكريم، بعيدة عن منهجه القويم؟ أي محبة هذه عباد الله؟ أي محبة لحبيب ألسنتنا معه، أما حياتنا فليست معه. فالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له وقت محدد ينتهي بمروره أو ينقضي بزوال أيامه، لا والله، بل هو معنا في كل لحظة من لحظات عمرنا، وهو معنا في كل جزء من تفاصيل حياتنا. فمحبته عليه الصلاة والسلام ليست احتفالات أو تبريكات أو تمايل ورقصات في يوم واحد من السنة، ثم بعد ذلك ينفر الناس إلى الأغاني والمسلسلات ولحياة مليئة بالمخالفات. أي محبة هذه التي ندعيها عباد الله؟ أي محبة هذه لحبيب نترنم بمناقبه ونشدو بسيرته، حتى إذا عدنا إلى أنفسنا ورجعنا إلى حياتنا فإذا بنا في بيوتنا وفي أسواقنا وفي مكاتبنا وفي منتزهاتنا وفي شكلنا وفي لباسنا وفي هيئاتنا وفي سلوكنا وفي علاقاتنا وفي تجاراتنا ومصالحنا، بل وفي كثير من شؤون حياتنا
لا نعيش معه. إي والله واقع مؤسف، لا نعيش معه ولا نلتزم بمبادئه الرفيعة وأخلاقه الكريمة وآدابه السامية، بل لو رأينا تلك المبادئ والآداب والسنن تهان ويسخر بها. لا تأخذنا الحمية ولا نغضب لهذه الآداب والسنن، ولا ننتصر لسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولا ندافع عنها إلا من رحم الله. فأين الدليل العملي على صدق ما ندعيه من المحبة عباد الله؟ أين؟ أمر آخر، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حفظوا لنا سنته عليه الصلاة والسلام كاملة غير ناقصة، وبلغوها لنا أحسن بيان. فكم منا من حرص على تعلم هذه السنة عباد الله؟ كم منا من حرص على تعلم سنته كما طلب منا عليه الصلاة والسلام؟ هو بقوله قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. بل أين نحن من قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية؟ هل قرأنا القرآن وبلغناه؟ أين نحن؟ كم منا من قرأ سيرته وسنته وقرأ البخاري ومسلم، بل كم منا من قرأ مختصرهما، بل مختصر المختصر. وكم من سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام نعلمها جيدا ونفهمها تماما، ولكننا لا نطبقها ولا نعمل بها، فضلا عن نشرها وتعليمها. فأين نحن من أذكار الصباح والمساء؟ وأين نحن من صلاة الوتر والضحى؟ أين نحن من صيام الاثنين والخميس؟ أين نحن من سنته؟ أين نحن من تعاليم دينه؟ وإذا فتشنا عن السبب عباد الله وجدنا أن أكثرنا مشغول بمحبوبين آخرين يعكفون عليهم كل ليلة ويتسمرون أمامهم بالشاشات ساعات وساعات، يتابعونهم بإعجاب كبير ويقلدونهم تقليدا أعمى. فلا إله إلا الله، أهذا يعقل عباد الله؟ أهكذا الاتباع والمحبة؟ فلا بد للمسلم أن يبرهن على صدق محبته لرسوله عليه الصلاة والسلام. ولمن أراد ذلك فله ذلك بأمرين مهمين: الأول الفهم الصحيح لمراد الله عز وجل ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الأمر الثاني سرعة الاستجابة وقوة الامتثال له عليه الصلاة والسلام، فبمجرد تلقي الأمر من الله ورسوله يبادر فورا إلى تنفيذه. قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم قالوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا والله الاختبار الحاسم الحقيقي. وهنا يفترق الناس إلى فريقين: فريق صادق في حبه لله ورسوله، وآخر مسكين، فريق مسكين يسمع كلام الله وكلام رسوله حتى إذا خرج من المسجد وهو يعيه تماما والله ويفهمه تماما والله، حتى إذا خرج من المسجد وكأنه لم يسمع شيئا. فتعلموا عباد الله، تعلموا كيف تحبون رسولكم الحب الصادق الصحيح، واعلموا أن أصدق وسيلة للتعبير عن محبته عليه الصلاة والسلام هي باتباعه وتقديمها على ما سواها، والدعوة والنشر لها والذب عنها والصبر فيها. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
والله غفور رحيم. أجل عباد الله. وأخيرا نتكلم عن الذي تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وعابه، فلا يضره والله نعيق ناعق ولا صريخ زاعق. ونقول لهم: أين أسلافكم؟ أين أسلافكم الذين سبوا وشتموا وأساءوا إليه عليه الصلاة والسلام؟ أين أبو جهل؟ أين شيبة وعتبة؟ بل أين قيصر وكسرى؟ أين أبو لهب؟ أين من سب وشتم؟ أين الذين أساءوا؟ أين أبترهم؟ ماتوا أذلاء من يستذكر البعر. إن الكلاب إذا ازدادت مواجعها عم النباح ولم تسطع هنا صبرا. إي والله. فلا يضره صلى الله عليه وسلم كلب عوى هنا أو نبح هناك، لأن الله عز وجل هو الذي تكفل بالذب عنه عليه الصلاة والسلام. فبتر الله من آذاه أو خانه، وقطع الله عز وجل دابر من عابه أو أهانه عليه الصلاة والسلام. ألم يقل الله: إنا كفيناك المستهزئين فابشروا عباد الله أليس الله بكاف عبده. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.